السلام عليكم، أنا منيرة من منو دي اي واي، واليوم إن شاء الله راح أتكلم عن أفضل التطبيقات للآيفون. إن شاء الله يعجبكم الفيديو، لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب. أول تطبيق راح أتكلم عنه هو فوتو ماث، وهي عبارة عن تطبيق يحل المسائل الرياضية بمجرد إنك تصورين مسألة. مثلا عندي 12 إكس يساوي 144، وزي ما تشوفون تحت إكس يساوي 12، وهذه الإجابة 100% صحيحة. وأتوقع هذا تطبيق مرة جميل للناس اللي يعانون من الرياضيات. وثالث تطبيق راح أتكلم عنه هو برين وار، عبارة عن لعبة ذكاء مرة جميلة. تقدرين من خلالها تلعبين مع أصدقائك أو ناس حول العالم، وأنا يعني من وجهة نظري هذه أفضل لعبة في الأب ستور. وحش هو أفضل تطبيق في الأب ستور لتحميل الفيديو، حيث إنه يعني يحمل بسرعة ومن أي موقع، وحتى لو سكرت يعني التطبيق يستمر بالتحميل. ورابع تطبيق راح أتكلم عنه هو فاذكروني. هو تطبيق مرة مفيد لما الواحد يطلع، ويحتوي على أوقات الصلوات والتاريخ بالهجري والميلادي، القرآن الكريم، أذكار مساء وصباح وغيرها. ويحتوي على أدعية العمرة والحج والقبلة. 365 سكورز هو عبارة عن تطبيق يحتوي على مواعيد المباراة، نتائج المباراة، ملخصات للمباراة، وهذا التطبيق صراحة مرة مفيد. آخر تطبيق راح أتكلم عنه هو سويل، وهي عبارة عن تطبيق يقارن بين صورتين. يعني أنت أول شي تنزلين صورتين وتقارنهم، والناس يصوتون أي صورة أحسن. صراحة هذا التطبيق أعتبره مرة مفيد بالنسبة لي، وأتوقع كثير من الناس راح يحبون يستفيدون منه. تشوفون هذه أنا رسمة صورتين وقارنت بينهم، والناس اختاروا لي الصورة الثانية 10%، اللي تحت واللي فوق 5%. وصراحة استفدت من هذا التصويت. كذا نكون خلصنا أفضل التطبيقات. إن شاء الله عجبتكم، لا تنسوا اللايك وشير وسبسكرايب، ويلا ننتقل للحيل إن شاء الله تعجبكم. أول حيلة راح أتكلم عنها هو الواحد لما يكتب معادلة طويلة في الحاسبة وفجأة يخطأ. يعني خبر سعيد، مو بلازم تمسح المعادلة كلها، لا، بس حركي يدك للجهة اليسار وكذا بيمسح آخر رقم، وحركيها بعد يسار يمسح الرقم اللي بعده، وكذا تصير الحياة أسهل. وثاني حيلة راح أتكلم عنها هي كيف تمسحون التطبيقات الثابتة في الآيفون. أول شي تروحون للإعدادات، بعدين General، بعدين Restriction، بعدين اضغطوا عليها، اكتبوا رقم السر، بعدها يعني اضغطوا التطبيقات اللي ما تبغونها، وبعدها تقدرون تمسحونها. ثالث حاجة راح أتكلم عنها هي لما تبغين توقفين مثلا قرآن أو أنشودة أو أي شيء تبغين توقفينه في وقت محدد، تروحين أول شيء للساعة المؤقت، بعدين إذا يعني تبغين توقتين الشيء، بعدين انزلي لتحت لآخر شيء إيقاف الموسيقى أو end music، بعدين تحطين الوقت اللي تبغينه فيها، وبعد كذا خلاص تسكرينه وتشغلين مثلا الأنشودة أو القرآن في هذا، وبعد هذه المدة راح يطفي الحالة. ورابع حيلة راح أتكلم عنها هي لما تبغين تشحنين الجوال أسرع، روحي حطيها على وضعية الطيران، وكذا راح يشحن الجوال أسرع. خامس حيلة راح أتكلم عنها لما تكوني تلعبين مثلا لعبة ومتحمسة فيها وما تبغين إعلانات، روحي شغلي وضعية الطيران، وكذا ما راح يصير عندك إعلانات، وراح تقدرين تلعبين على راحتك. ثالث حاجة راح أتكلم عنها لما تكتبين مثلا رسالة وما عجبتك الرسالة، إيش تسوين بدل ما تمسحينها يعني كذا، تروحين تميلين جوالك يمين ويسار، وكذا راح تمسح الرسالة لحالها. رابع حيلة راح أتكلم عنها هي لما أحد يرسلك رسالة ما تعرفين أي وقت هي، تمسكين الرسالة وتحطينها جهة اليسار، وكذا تطلع لك وقت الرسالة. وآخر حاجة راح أتكلم عنها هي لما الواحد ياخذ أكثر من صورة لنفس الشيء، تبغينها تمسحينها بطريقة سريعة بدل ما تبغين كل وحدة لحالها، تمسكينها وتسوين زي ما تشوفين لي الحين ايش أسوي، وكذا تمسح بسرعة.
وبكذا نكون خلصنا الفيديو. ان شاء الله عجبكم الفيديو، لا تنسون اللايك وشير وسبسكرايب، وباي.